ايش تساوي على الشقتين، على الشقه هذه وعلى الشقه هذه. باننا شعب لن ما حدش يحكي أمام مقرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ولكن هذه الليلة وسينتصرون قبل الوصول إلى الأول من رمضان. كلمات في هذا اليوم ستترك للمرأة الفلسطينية باستثناء كلمة واحدة، ولكل أخت وامرأة ومناضلة فلسطينية تريد أن تقول لنكبة الشعب الفلسطيني بما يخدم مصالحها واحتكاراتها. بنعاود نذكر برسالتنا وبأنه أسرانا وأسيراتنا هم الحلقة المركزية في نضالنا الفلسطيني، وهم في مقدمة الأولويات في برنامج المرأة والرجل والشعب الفلسطيني بشكل عام. يعني تأتي هذه المناسبة في هذا العام بالقوانين التي يضعها الاحتلال من أجل أسرانا ومن أجل يعني ضرب كرامة أسرانا واضطهاد أسرانا. ونحن نؤكد بأن كل شرائح المرأة تقف إلى جانب أسرانا ونضالاتهم. لا نقول نساندهم، لأنه يعني مصيرهم ومصيرنا واحد، ويجب أن نشارك بكل قوة وندعو كل الأمهات ونساء وأخوات الأسرى أولا وكل الشعب الفلسطيني ثانيا للوقوف من أجل إجهاض هذا المخطط ضد أسرانا. لدينا 29 أسيرة فلسطينية يقبعن خلف سجون الاحتلال، منهم أسيرات أمهات يحتاجن إلى رؤية أطفالهم، منهم أسيرات مريضات مثل الأسيرة إسراء جعابيس الجريحة التي تتعرض إلى أبشع أشكال المنع من العلاج، ولدينا أسيرات أيضا معرضات للإهمال الطبي، حيث توفيت الأسيرة سعدية بسبب الإهمال الطبي. أيضا هناك أسيرات طفلات يمنعنا من دراستهم، لدينا أسيرات أيضا يعني يحتاجنا إلى تواصل مع أهلهم، محرومات في ظل محاكمات بعيدة جدا عن العدالة، بعيدة جدا عن الاتفاقيات الدولية التي توفر المحاكمات العادلة وأيضا الحقوق المختلفة الصحية. وأيضا لدينا انتهاكات كبيرة أظهرتها التقارير الفلسطينية ومنها تقرير الضمير عن ما تتعرض له الأسيرات الفلسطينيات منذ 30 عام والانتهاكات الكبيرة. وإذا أردنا أن نعطي مثل صغير وهو المثل الذي تعرضت له الأسيرات بوضع الكاميرات في الساحة بالقرب من الحمامات قصدا لانكشافهم وهم يعرفون أن المجتمع الفلسطيني مجتمع محافظ، فبالتالي كانت هذه المسألة محط نضال الأسيرات وتضامننا معهم.